هذا هل وجدت حافظا لكتاب الله العلي العظيم يعق أو يدخل في عقوق أبيه وأمه؟ والله استحالة، استحالة تجد حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى هم أسلم الناس في مجتمعهم لآبائهم لأمهاتهم في حياتهم الدنيا. لهكذا نحن الآن أمام حصن من حصون تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فسنرى أشبال هؤلاء الأشبال. تحفيظ القرآن مدار. ومن أين خرجت داعش؟ خرجت من رياضة، خرجت من دور تحفيظ القرآن والمساجد، إلا من رحم ربك. ننكر هذا؟ لا، موجود. وأكون أنا أحمق الناس إن أنكرت هذا. لا، خرجت من المساجد ومن دور تحفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد لعن الله المنافقين لأنهم جحدوا عن علم، وكذلك لعن الله تعالى اليهود. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهنا يقصد اليهود لأنهم يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، لذلك لعنهم الله بكذبهم ونفاقهم وتحريفهم للحق. وهنا استدل بهذه الآية الكريمة تحفيظ القرآن مدار. لأقول ومن أين خرجت داعش؟ خرجت من رياضة، خرجت من دور تحفيظ القرآن والمساجد، إلا من رحم ربك. ننكر هذا؟ لا، موجود. وأكون أنا أحمق الناس إن أنكرت هذا. لا، خرجت من المساجد من دور تحفيظ أجمعين. تعرفون الحق وتحرفونه إرضاء للولاة وللأمراء والملوك. فالله الله فيكم، الله الله فيكم. وقال تعالى في قصة بلعام بن باعوراء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. حتى قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والله إن هؤلاء العلماء التي تظهر على شاشات التلفاز، والله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إني لا أعمم، ولكن إن أغلبهم من المنافقين، وقد باعوا دينهم بعرض من الدنيا زائل، ويخفون الحق ويظهرون الباطل. إنهم يخفون الحق ويخفون الولاء والبراء الذي هو عمود الإيمان وعمود الدين، فلماذا يخفونه؟ فهذا سؤال مطروح. كل العلماء التي تظهر على شاشات التلفاز، لماذا لا تظهر للناس عقيدة الولاء والبراء؟ هذا سؤال أطرحه لكم يا علماء يا عملاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. والله ما أظنك يا هذا الذي تكلمت في هذا الفيديو إلا واحدا منهم من العلماء الفساق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به، لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، ألجمه الله بلجام من نار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزده من الله إلا بعدا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليعذب عذابا يطيف به أهل النار استعظاما لشدة عذابه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وصيتي ونصيحتي لإخواني المؤمنين في العالم أجمع، في العالم بأسره: إن كنتم تريدون أخذ العلم فلا تأخذوه من شاشات التلفاز، فخذوا العلم وادرسوه وابحثوا عن الحقائق،
فالعلم والدين واضح. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن متبوعا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، فالأمر بين. فابحثوا في الكتب وابحثوا ونقبوا عن الأحاديث الصحيحة فستصلون إلى أصل الدين. وابحثوا في عقيدة الولاء والبراء فإنها كل شيء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.